قبل رد الفعل لنستمع أولا إلى الأغنية. السلام عليكم. هل هذه أسوأ أغنية لفريق أو لجمهور فريق الرجاء البيضاوي؟ يعني جمهور فريق الرجاء البيضاوي عوضنا على أغاني تهتم بمآسي وبآلام بآمال الشعب المغربي والشعوب العربية. ما كنعرفوا في بلاد ظلموني، رجاوي فلسطيني، الكثير من الأغاني الجيدة الجميلة. والآن نشاهد أو نستمع إلى هذه الأغنية الجديدة، أو آلي آلي سيلا بيدا لوكا ماريخوانا وكوكا. يعني تتهضر أو تتكلم على الكوكايين والماريخوانا، الشيء الذي لم أستسغه وربما لم أفهم الفيديو. يعني هو يضع أن حياة هذا المنعرج الجنوبي سومسكور باسود بمقطع عن الناس اللي كيديروا الكوكايين والمخدرات، أو يشجع. يعني أنا كتبان لي أحيانا بحال شي تمجيد للمخدرات، تمجيد للماريخوانا والكوكايين، أو على الأقل هذا ما سيفهمه العديد من الشباب المراهقين والأطفال وحتى الراشدين الذين يتابعون جمهور الرجاء البيضاوي، يتابعون الأغاني كرة القدم. جمهور الرجاء يعني ما فهمتش، يعني أسوأ كتبان لي هذه ربما أسوأ أغنية لجمهور فريق الرجاء. ربما يمكن تغيير بعض المقاطع، لأن كما أرى يعني الريتم الفنيا الأغنية جيدة جدا. يعني الريتم باش كدير والطريقة الغناء هي جيدة وهي معدية، وهي يعني تؤدي بك إلى تعطيك مشاعر الفرح ومشاعر القفز ومشاعر الرقص ومشاعر أنك تشجيع، ولكن في نفس الوقت هي تمجد المخدرات. ربما لا، يعني لم أفهم هذه الأغنية. ربما شخص أو جمهور رجاء يمكن أن يشرحوا لي لماذا يمجدون المخدرات بهذه الطريقة. كما قلت، تفكر هناك طفل مثلا في المدرسة الابتدائية يستمع إلى هذه الأغنية، أو مراهق، أو شخص يريد أن يقلع عن المخدرات، لأن كثير أحيانا المخدرات ليس سهل الإقلاع عنها. لماذا؟ لأن كل شيء يذكرك بالمخدر، سواء رائحة أو مجموعة من الأصدقاء يتناولون هذا المخدر أو أغنية أو شيء، يؤدي بك إلى السقوط مجددا، أو يكون هناك احتمال سقوط مجددا أكبر. هذا علم، هذا ليس شيء أجلبه من ذهني أو شيء. هناك بحوث وهناك رجل. ربما أنت تريد أن تقلع حتى على شيء كالقهوة، لكن رائحة القهوة تجلبك مجددا إلى شرب القهوة، أو تدفعك إلى شرب القهوة، شيء من رائحة التدخين، أو يعني ملاحظة مدخنين. في مسألة المخدرات مثلا الكوكايين، هناك بحوث على أن هناك جانب إيجابي وجانب سلبي في مشاهدة أي شيء يذكرك بالكوكايين. مثلا الأشخاص الذين يتناولون الكوكايين بجرعات، عندما يرون إبرة أو يرون شخص آخر يتناول الكوكايين، يعني مجموعة من الأشخاص، ربما جسمهم يتهيأ لتلك الجرعة وينتج شيء من هذا الكوكايين داخليا، يعني اندوجين كوكايين. هذا يؤدي بهم إلى تجنب أوفردوز. الأوفردوز شنو هي ديك الجرعة الزائدة التي قد تؤدي بك إلى الموت. إذا كانت هذا فقط من مشاهدة أو يعني إبرة أو أشخاص يقومون بذلك، جسمك ينتج. يعني مشاهدة أغنية تمجد الكوكايين، تمجد الماريخوانا، وخاصة إذا كانت هذه الأغنية هي عبارة عن رتم اللحم يبقى في الدماغ أكثر، لأنك تخاطب دماغ السفلي، يعني دماغ الزواحف، الدماغ الذي يحتاج إلى كل البشر يتعلمون أكثر عندما يكون هناك الريتم ترتيل، أو يكون هناك أغاني يتعلمون أكثر من قراءة الشيء أو كتابته أو ملاحظته. يتذكرون أكثر لأنه يرتبط بالمشاعر، يرتبط مجموعة من الأشياء. يعني نتذكر أي شيء مغنى، أي شيء ملحن أكثر من شيء آخر. هذا في المدارس الابتدائية. وفي المدارس رياض الأطفال يتم استعمال الأغاني بكثرة، لأنها تؤدي إلى التذكر وتساعد على تعلم أكثر. هذا أريد أن أعرف إذا كانت هذه الأغنية تمجد المخدرات أم لا، وإذا كان يمكن تغيير بعض ألحانها. ربما يمكن يقول آلي آلي سيلا بيدا لوكا لا ماريخوانا لا كوكا. ربما إضافة فقط لا يعطي للشخص بأنك ترفض تمجيد هذه المخدرات، لأنك لا تمجدها، وأن جمهور كرة القدم يجب أن يبقى بعيد عن تمجيد المخدرات. وشكرا.